الطيب جوفكم الطيب رضاكم ما طاب لكم أدمعونكم الليل سكيكم تزين جزانكم زين الطيبين لعلكم ما بتوردوا تصوموا وتفطروا تسحروا وتعيدوا على خير. الله يديك العافية زاك. طيب نسمع شنو؟ تسمع حاجة مناسبة رمضان دي قال واحد من أهلنا ديل داير يصوم رمضان يعني زي الليلة وبكرة رمضان عنده حواشي حق عيش فتريته دقة عيش الفتريته عيش دقاق الصباح الساعة 12 ظهر ودي عيش الفتريته دقيق طاحونة دقيق طاحونة جابوا المغربية المرأة عملت لنا الشمن عيش الفتريته دي حمراء جمادتها زي اللصقة يقلعوها قلع عنده غنمية شليقة شلاقة لقت النشا دي في الكورة مسكت ليك النشا في الكورة شفطتها لحستها ما خلت فيها ولا نشايايا الغنمية بقت تلحس كده عيلها كده قال لها ان شاء الله بكره تصبحي صايمة. نسمع في المدرسة داير يعملوا مدرسة عملوا لحد سنة 7 مدرسة الأساس لحد سنة 8 صح. مدرسين قالوا احنا بدل 8 دي قبل ما تدعمين نتصرف عشان الزمن ما يضايقنا نقعد بليلاتنا ديل في الظل. الظل انتهى الحصص انتهت حصصهم ضلالية بس ما عنده علاقة بجرس وفسحة بس الظل انتهى تاني ما عنده انجاز بتاع قراية. يوم من الايام المدير شغال معاهم في حصة بتاع العربي في الظل جو الامر طالب قال له استاذ عايزك في مشكلة خش معاه المكتب ونسأل الولاد في الظل في جنس هجير وجنس حر وجنس سحاي الظل ذاته داير له ظل يخش منه في الحردة. لا حول الله. شالوا الشنط مشرف المكتب يا استاذ الظل حسة نختر. والله انا متاكد في ناس كثيرين ما بقول فيهم الكلام. والله يترجم له الظل حسة ده كمل نختر نمش. تاني واحدة قريبة ليها اي استاذ عندها فلسفة انه اذا جابوا لها مهرجل بتدقوا على حسب هرجلته. نعم. جابوا لها طالب انت هرجلت في شنو؟ قال لا ست انا التاي لا انا التاي لا هرجل لا برجل لكن كشم كرض وكتبني. ايه في شريحة شنو؟ قال لا يا استاذة يعني يا ست يا استاذة انا اسمي التاج لا هرجلت لا برجلت لكن كشمت عملت كده كرض وكتبني الضوء ده الللفة. تتذكر لما نشتري المانجا؟ يا اخي المانجا ديك صعبة خلاص. دق عنده بس فريج جنيه. يا اخي حاول في بتاع المانجا ويحنس فيها ناس عليك الله بس فدلي فجني ولقاها بكم؟ لقاها ب3 جنيه المانجا الواحدة. اللي ما بجيبها عليك الله بس الفدا عليك الله الفدا المهم لما خلاص بتاع الفواكه هذا اقتنع بزود ما عنده غير هذا داليو مسك ليك المانجا دي محروق على 1000 ده حرقة جد مسك ليك الجلد ده مدغ ليك ما خلى فيه ولا جلد مسك ليك عظم المانجا ده مدغ وخلي لك دبلها نبية هذا العظم ده طار منه فوق هلا قال له نلي فطار. اللي عملت التنجشيك دي انا بتذكرها قدر ما اشوفك اتذكر التنجشيك دي حلوه طبعا. هي ما دارت تمشي مع اول حواشات بيت في البلد تقول لها انا حواشات بخبر فون شنو ولا بنتي يحسن ليك انا الخلد ما عندي اولاد ولا بنات اسوي زرعت بيدي ونحصد سوا ونجي راجعين. اقتنعت مشوا الخلد هناك عملوا الركوبه ساقوا عيزاتهم بقراتهم تشيطيطاتهم عنقرباتهم بقوا في فتره حصاديه حواشيه كده. هي قاعده في الركوبه نص نهار بتحلم احلام اليقظه وابوها قاعد يعرق في الحواشي كلمه تعرق دي بيفقد في الزراعه كويس. هي قاعده نص نهار وبتحلم بالنهار في ركوبتها في حواشتها ديك. قالت وحتى النبي جوت خالتي وتحجر من ملي بكدي بس يقول عرسني ناس دار السلام وناس حريم دار الشرة نحنبكن عشان قال بدور عرسني انا ودي ناس فوزية بطران زي داقي السنة والعمنة وزمن المطر جابت السمك فوزية حننوه انا حننوني امتلا والسيرة تجيب قيميرة دقشك مربيت اللي الحرير ومشايلين الجريد وانا يزفوني في التندو فو وحتى النبي الحواشات ده الحلم ما حلم بين ولا شوف مرقت لقت وهو برا يابا النبي جيتنا قال اجيت فو ذاكر اتكلمت في السيرة وقارنت بين السيرة في البلد والسيرة في الخرطوم دارين المقارنة. سيرة الخرطوم دي تكلمت قالت لا يا اي رويدا قسما عظما امبارح فاتتك سير اللي مدني كده جبنا بصين حصلنا مدني ناس العروض جابوا لنا عصاير مصاصات تشيكن برجر انا بتعشى بطرف كده الحفله بدت بجمال فرفور يا محمد اخو جاري قال يطلع عنا عارفك حسام صاحبه حسام رهيب الجنس عنده القميص عنده اموت انا في حسام اموت انا في قناه الشروق وباليه جات ديك تحكي لها
سيرة هناك. سيرة هناك. هاي. قالت له اولا بالتبادي عم احمد الراجل طقت الديك الاول انا معويسني جردلين وجابوا له ونص سطني هارش شكول شكل كبريت انا والهيف الحرقليل وقدم الطاهر صند اللمن ومعزين مسيترين بيت السدار والزرار والحرب تقل الميزان وبيتباه الشمع عند الله وجاد براهم بخوة تسر بيت البشر هاسفت رضوان وحوم ردوله خد مرقه صلت بلاب والشباك شبك السور احمد يسير بيت السدار امين والسليم وفردوس بيت الجاب والسكينه بيت المبارك وفاطمه وردان واشراق والبنات الضيفات الباقات ما انا خابراهن. مشينا ناس العروس دلك جرد لك كركديه كبار معانا لحظات فضيحه بعد ما شربن غصن طاني طبقن كيف؟ شربن اثنين قالت له حتى النبي الحفله دي بدأ عيني ما اعرف حتى كان عيني اللي جنب ظهر الجنون لابس له قميص مشطر وظنيت محمد الفاتح حدر لي ساي. طيب يا ذاكر رمضانيا كده تهدي للناس شنو؟ نسمع لنا حاجه. والله لكل الناس بتبرق من اللهجه من البلد، تحكي عن الخرطوم ولا تحكي كده ولا تحكي لنا بالعرب؟ احكي لك بالعرب. احكي لي. احكي لك شنو؟ اي حاجه منك والله انا معجب بيه خالص والله. وانا والله كتر خيرك انا برضه معجب بك جدا جدا يا محمد. بحيي كل اعضاء مجموعه تراب الكوميديا وكل الفنانين الكوميديانيين اللي بيفرقوا على الناس ويبسطوا الناس ويسعدوا الناس. وشكرا لقناه الشروق اللي ربطتني بي وكل المشاهدين عبر قناه الشروق داخل السودان وخارج السودان. وان شاء الله يصوموا يفطروا على خير. واتمنى ثاني يعني من الغنائم الواحد يعيد الكره عيديا، يعني الواحد يجي بخبيزه بتمره بحلاوته عشان يسعد كل المشاهدين وكل الناس البسيطين اللي في مجتمعنا ويتمنى انه نطلع من هنا من الاستوديو بعد نزعد المشاهدين مش نزعد العيانين في المستشفيات بخبيزنا الشروقي بتمرنا الشروقي بحلاوتنا الشروقي بورودنا الشروقيه من قناه الشروق عشان السعاده تبقى متواصله لكل الناس. طيب نسمع من ذاك. تسمع مني. دي قالوا نسوان بمناسبه المستشفى جو المستشفى ما يقولوا لهم طريقه يمشوا بيته ودها لهم بركه جيت جنب بيته لما خبرنا بكان فرد بعض جانا في خشم الاسبيتاله صفحتنا وين جنبتنا وين بدنا له سكن لما يرود قال لنا خلاص احنا ما عندنا زاير بيتهم هينا بيت وين الاسبيتاله بايتين وين احنا قال لي ما عندكم مشكله تمشوا انت بيت في اي حته ودها لهم جا قال لي ما عندكم مشكله عندي صاحبي بمشي اوديكم المنشاه هاي المنشاه وين نعم ما بعيده قال لي قريبه بس ودها لك اصحابي دول كلهم حناكيش تيشيرتات وبناطيل زي الاسلوب قاعدين في ده. من دخل امك طفى امك ولع بسيدي عن المرغى نزرق ليه زرقك الجاي لي الله يا ذاك ويا زول مخشن في صالون ضيفه قاعدات في كراسي زي كراسينا ديل غتسل للنهايه شغال جاب لهم كوكاكولا مش ميت قضى مقطع رفع خمره السرور ايوه ما تخمر متعطره هذا قالت لها خمرات دي ما لصقتك دي ترى قالت لها شي خبرك بالسقاطه ديل مفقسين فقاسه عالي عدم الاستسقاء فض يا ذاك الماك مفقسه. والله يسعدي بيك ذاكر وسعيدين نتمنى انه المشاهدين يكونوا استمتعوا بذاكر. ربنا كان مد في العمر باكر بنتلاقى ودائما تامين ولامين.